بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة سمك جميلة جدا، حلوة، خفيفة ولذيذة كده، تعملوها في وقت بسيط جدا. لو انت بقى مستعجلة تعمليها في وقت صغير جدا. معايا السمك بتاعي سمك ماكريل أو زي ما انتوا حابين تسموه، أبو ظهر أزرق، المموج، له أسماء كتيرة. فيعني لو انتوا حابين تسموه بالاسم الموجود عندكم هتعملوه او هتجيبوه بالطريقه اللي انتوا عايزينها. معايا ده كيلو وحوالي ونص من السمك الماكريل، حجمه متوسط مش كبير زي ما انتوا شايفينه كده. انا شايله الراس بتاعته وغسلاه ومنضفاه من البطن ومشطفاه كويس، وهنقطعه مع بعض يعني خرط، زي ما انتوا شايفينها كده، يعني لا كبيره قوي ولا صغيره، متوسطه. ومعايا بقى الحاجات اللي انا هستخدمها، هعمله بقى في تحته بطاطس وبصل وفلفل يعني، وجزر بشراه. الطريقة اللي انتي بتفضليها، يعني طريقته سهلة جدا وجميلة، وهيوفر معاكي كمية كبيرة، يعني هيدي ما شاء الله كمية كبيرة. ممكن بقى تاكليها بعيش، ممكن تاكليها برز، اللي انتي عايزاه تعمليه جنبها او تفضليه معاه تعمليه. انا قطعته كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هقطعها كده معايا ما شاء الله يعني كيلو ونص. معايا عامل معايا 5 وحدات من السمك، قطعناها بالشكل ده ما شاء الله، عمل معايا كمية كبيرة. انا هعمل الاول الخلطة بتاعة السمك او تتبيلة السمك. معايا بقى الكبة بتاعتي، هجيب فيها معايا خضار وطماطمية واحدة، وقرن فلفل اخضر، واحد حراق وواحد احمر. المتاح عندك ممكن تحطيه، اهم حاجة ان انتي تحطي شبت وكزبرة في الخلطة، ديها ريحة جميلة جدا. والفلفل برضو المتاح عندك حطيه. حطيت كل الخلطة بتاعتي كده في الكبة، ومعايا 10 فصوص من الثوم. واهم حاجة بقى في كل ده ان انتي تكتري من الكمون والكزبرة، يعني السمك اساسه كمون وكزبرة وثوم وليمون طبعا، فده بيدي ريحة رهيبة جدا وبتبقى جميلة. والملح عشان طبعا نتبل السمك بقى يبقى طعمه ويبقى كويس. هنحط كل ده مع بعض في الكبة كده وهنفرمه، وهوريلكم بعد ما اتعمل. دي شكل الخلطة بتاعتي اللي بعد ما عملتها او التتبيلة. ومعايا الليمون، معايا ما شاء الله 4 حبات من الليمون، هعصره كله كده على الخلطة بتاعت السمك. ده اساسي ان انت تكتري في الليمون، يعني بيدي طعم حلو جدا للسمك وبيمنع اي زفارة فيه. كده تمام. بعد ما حطيت كده الليمون، هنقلب بقى الخلطة بتاعتنا كده كويس، وتظبطي الملح بتاعها، لا تكون عدبة قوي ولا تكون حادقة قوي، يعني عشان السمك يعني ما بيحتاجش ملح كتير بزيادة، بيتملح معايا على طول. كده تمام. همسك بقى كل شريحة او كل خرطة من اللي انا مقطعاها، هحط فيها كده حتة من التوابل من الخلطة بتاعتي، وبعد كده هحط عليه كلاته من بره كده واقلبه كويس في التتبيلة، بيديها طعم جميل جدا. والافضل انت تسيبيه حوالي ربع ساعة كده يشرب من التتبيلة، بيبقى طعمه احلى وجميل. معايا بقى الصينية اللي انا هرص فيها السمك، حطيت فيها رشة بسيطة من الزيت من تحت عشان طبعا البطاطس بتاعتي ما تلزقش. وهرص بقى كده البطاطس رص عشوائي، يعني مش هنرتب قوي. ومعايا بقى طماطم مقطعاها قطع كده مكعبات كبيره مش صغيره قوي، ومعايا فلفل اخضر وفلفل حراق، اللي انت حابه تفضيه. ممكن تحطي فلفل الوان لو انت متاح عندك. فهرش كده رشه عشوائي، يعني مش هظبطها تظبيطه 100%. ومعايا برضو بصلايه كده مقطعه شرايح كده، لو انت برضو عايزه تقطعيها مكعبات مفيش اي مشكله، والتقطيع اللي انت حباه او بتفضليها حطيها فيها. تمام كده زي ما انتوا شايفين. هنفرطها كده في الصينيه كلها. ومعايا جزر مبشور برضو هنحطه، ونحط برضو شويه من التتبيله اللي انا عاملاها للسمك كده عليها. انا ما حطيتش اي ملح خالص على الخضار بتاعي ده غير من التتبيله بقى تديها طعم حلو وجميل كده. اهم حاجه تظبطي الحاجه كده قبل ما تعمليها، ما شاء الله يعني العين بتاكل قبل البق، فيعني لازم كده تظبطي الحاجه اللي قدامك عشان اللي يجي ياكل يحس ان هو يعني قبل ما هيمد ايده في الاكل يبقى واثق ان هو هيبقى طعمه حلو من شكله طبعا. هنحط بقى كده حته من التتبيله زي ما قلت لكم كده عليها،
معايا التتبيله اهيت ما شاء الله، يعني هي كتيره، فانا حبيت بقى ان انا يعني ما ارميهاش خساره. وطبعا هنتبل بها الخضار، تدي طعم حلو برضو للخضار، وهي عليها ليمون وكل حاجه. كده تمام. هنحاول ان احنا يعني نفرطها كده في الصينيه كلها علشان تبقى الصينيه كلها واخده من التتبيله ومملحه كويس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ممكن بقى السمك بتاعك ما يبقاش متخرط، ممكن تعمليه كده تمام. فرط كده زي ما انتوا شايفين كده، اهم حاجه انت تفرضيها عشان يبقى كله بطعم. شايفين الصينيه جميله جدا بجد، شكلها حلو قوي. زي ما قلت لكم بقى ممكن ما تقطعوش زي ما انا مقطعاه كده، ممكن السمكيه بسمك يعني سمكيه بحالها. بس انا بحب ان انا يعني اغير الشكل او اغير شكل الصينيه يبقى شكلها مختلف شويه. كده هنرص السمك كده بالشكل ده، ممكن تحطيه بالشكل اللي انت تفضليه. كده تمام بقى. بعد ما نرصه كده في الصينيه هنديله رشة من الزيت ونحطه في الفرن. الفرن بقى بتاعي على درجة حرارة 200. لو انت بتحطيه في فرن البوتاجاز يعني عشان البطاطس او الخضار بتاعك يستوي كويس. ولو انت هتحطيه في فرن غاز برضك ما تعليش درجة الحرارة قوي، السمك يستوي قبل الخضار. فانا عايزة ان الخضار بتاعي يستوي قبل السمك، برضك يستوي مع السمك، ما يبقاش ني من تحت او الخضار بتاعي ني، والسمك ما بياخدش وقت خالص في السوا. وما تغطوهوش خالص، ما تقلقيش وما تشغليش الشوايه غير لو انت احتجتيها، هيدي شكل او لون للسمك من فوق. بس طول ما هو السمك بيستوي من تحت السمك بتاعي بياخد لون من فوق. يبقى كده تمام. رشه بسيطه من الزيت كده على السمك وعلى الخضار بتاعي، يبقى كده تمام. لو انت حابه انت تغطيه بورق حراري ممكن تغطيه وتحطيه في الفرن. انا ما غطيتهوش خالص، انا سبته زي ما انتم شايفين كده وحطيته. شكل الصينيه ما شاء الله تحفه جدا، لذيذة جدا وشكلها ممتع والخضار بتاعي جميل. يا رب الفيديو بتاعي يكون سهل كده ولذيذ وبسيط على قلوبكم. شكل السمك هو مستوي من جوه، طري جدا، مستوي جدا جدا. يعني ممكن تاكلي بقى الخضار ده بالعيش والسمك بالعيش بيبقى تحفة جدا. ممكن تعملي معاه رز صيادية او رز ابيض، يعني اللي تفضليه. حاجة كده ما شاء الله عملت معاكم كذا مرة طريقة الرز الصيادية. يلا يا رب الفيديو بتاعي يكون سهل وخفيف كده ولذيذ على قلوبكم، واشوفكم في الفيديوهات اللي جاية، ويا رب يكون اللي جاي احسن. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ومع السلامة. وشايفين شكل السمك بجد تحفة جدا جدا، جربوه بالطريقة ديت، طعمه لذيذ جدا وتتبيلة السمك رهيبة. مع السلامة.